عايزك تبص على الفيديو ده كده. تخيل جناح ليفربول وجناح السيتي زي ما قلت لك بيخدموا على مهاجم البنك الاهلي. يعني جناح ليفربول على جناح مانشستر سيتي بيخدموا على مهاجم البنك الاهلي، مش راكبه. انت بدل ما تتكلم بالطريقه دي، او بدل ما اي حد يتكلم بالطريقه دي، المفروض يقول كلام واقعي، يقول كلام يحفز اللعيبه. على فكره اقول لكم على حاجه، لو تعرفوا قضيه احمد رفعت اللي فات الله يرحمه، يعني مش هو اللي مات من الضغط والكلام والحاجات اللي حصلت مع ده، هو نفس الكلام. انا لما اجيب لاعب زي كده وافضل انتقده، هو لو ما بيسمعش السوشيال ميديا او ما بيشوفش السوشيال ميديا، حد من اهله شافه وقال له بص يا عم الناس بتقول عليك ايه ومش عارف ايه، طب ما نفسيته هتتعب. ما هو انت كشخص صانع محتوى رياضي وخايف على المنتخب، انت لو خايف على المنتخب ما تطلعش تتريق. انا والله ما اعرف اسمك اصلا، ما اعرفش، مش متابع الناس كتير، غير الناس قليله يعني. بس المفروض انت كشخص عندك متابعين، عندك جمهور، عندك ناس بتشوفك، ما تطلعش تعمل مادة سخرية من المنتخب او الوريفر، الفريق اللي بتشجعه، من الفريق اللي بتحلل له مبارياته. يا تحلل بطريقة كويسة، ما تزعلش حد منك او ما تجيش على نفسية حد، يا بلاها. بس المشكلة مش مشكلتك، المشكلة في الجمهور اللي بيسمع الكلام ده وعادي بالنسبة له يضحك ويهزر. التاني شخص اللي هو جو، برضو انت شخص مش رياضي، شخص مالكش في الكوره، شجع بس مالكش دعوه. ولا انت برضو نفس الكلام عايز تعمل ترند على قفا الناس؟ برضو طالع يقول نفس الكلمتين، جناح ليفربول جناح السيتي، ايه ده؟ انا لو استلمت حد منكم واديته كل يوم على ودانه بنفس الكلام واتريقت عليه، ما نفسيته هتتعب. خلي فيه شويه من الاحمر، خلي فيه عقل واحنا بنتعامل. ترند وعايز، انا عارف ان انتوا ما يهمكوش في حياتكم غير المشاهدات واللايكس، انا متاكد من ده. مش هاممكم بقى الروح ده ولا نفسيه ده ولا اي حاجه. بس خلوا فيه شويه من اللحم، خلوا فيه حته عقل شويه واحنا بنتكلم. انا اعمل ترند براحتك بس بعيد عن نفسيات اللعيبه، يا ريت.